أهلا بحبايبي طلاب ستة ابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض الأسبوع ال11 من كتاب التقييمات. يلا بينا. أول سؤال بيقول لي حدد أهمية التربة لكل من الإنسان والحيوان والنبات. طبعا التربة مهمة جدا وبتأثر على كل حاجة. الإنسان إيه أهمية التربة بالنسبة لنا؟ التربة الزراعية اللي احنا بنزرع فيها. أول حاجة أنا قلتها أصلا، أول حاجة الزراعة. دخل لكم الخط شوية. تاني حاجة الحصول على المواد الخام. طيب أهمية التربة للنبات، إيه أهمية التربة في النبات؟ هل النبات أصلا ممكن ينمو من غير تربة؟ لأ طبعا، عشان هي اللي بتدي المية وهي اللي بتدي العناصر الغذائية. يبقى تمد النبات بالتربة، تمد النبات بالماء والعناصر الغذائية اللي محتاجها علشان ينمو ويبقى نبات حلو كده ومرعرع. تالت حاجة أهمية التربة للحيوان. أنا قلت لكم إنه في حيوانات المكان بتاعها، المأوى بتاعها اللي بتطمن فيه التربة، زي الديدان الصغيرة أو زي النمل أو زي الحشرات والبكتيريا. كل دول ما يحللهمش العيشة غير في التربة، ما بيعرفوش يعيشوا في أي مكان تاني. يبقى إيه أهمية التربة للحيوانات؟ موطن للعديد من الكائنات الحية. زي إيه؟ مثل النمل أو الديدان أو البكتيريا. تمام. ادرس الصورة التالية ثم أجب عن المطلوب. حدد العوامل التي تحول التربة كما بالجانب الأيسر من الصورة. أنا كان عندي الجانب الأيسر من الصورة. بصوا، في تربة طينية وفي زرع عادي وفي أشجار وزي الفل. بعدين بقى هنا الأرض بقت جافة خالص. شايفين التشققات؟ بقت شبه صحراوية. هنا كانت الحياة فيها جميلة وينفع كائنات حية تعيش فيها أو حيوانات تعيش فيها، وممكن الإنسان يعيش فيها برضو. بصوا هنا الأرض متشققة ما فيهاش زرعية واحدة. طيب إيه اللي حصل؟ إيه الحاجات اللي حصلت دي؟ أول حاجة ممكن الناس اللي كانت عايشة هنا عملت حاجة اسمها إزالة الغابات. فضلت تقطع في الأشجار، تقطع في الأشجار، تقطع في الأشجار لحد ما حصل حاجة اسمها التصحر أو حاجة اسمها الرعي الجائر. يعني إيه الرعي الجائر؟ يعني الراعي الأغنام بيبقى معاه أغنام. الأغنام دول بياكلوا إيه؟ بياكلوا الحشائش والعشب اللي في التربة. مثلا إنه المفروض إيه؟ إحنا عدينا على الحتة دي والخرفان بتاعتي أكلت منها، المفروض ما عديش تاني غير بعد فترة، قولوا شهرين 3، تكون الأعشاب دي جددت نفسها وبدأت تطلع تاني. لا، الرعي الجائر ده إن أنا كل يوم أجيب الخرفان بتاعتي تفضل تاكل، أجيب الخرفان بتاعتي تفضل تاكل. طيب ما العشب مش لاحق يطلع، النباتات بتحتاج وقت عشان تطلع. فبعد ما ده هيحصل الخرفان هتقوم واكله كل العشب، انا مش هلاقي حاجه عندي، هتبقى الارض ايه؟ شبه صحراويه كده، شبه الصوره دي. او ممكن يبقى سبب تاني، ممكن يبقى الجفاف. مش احنا قلنا ان الجفاف وقله سقوط الامطار ده بيعمل لي الظواهر دي؟ ان الارض تبقى بور والتربه تبقى متشققه بالشكل ده، ما ينفعش نباتات تنمو فيها، مش هتعرف اصلا تنمو. يبقى تعالى نكتب الاسباب. اول حاجه ممكن نقول الرعي الجائر. تاني حاجة ممكن نقول برضو ارتفاع درجة الحرارة. وممكن نقول الجفاف. كل دي من الأسباب. قلة سقوط الأمطار. صنف التربة بالصورة التالية بكلمة واحدة مما يلي: صحية ولا غير صحية؟ شايفين هنا في أشجار طالعة والدنيا لطيفة والحياة زي الفل، يبقى أكيد دي تربة صحية. طيب هنا شايفين التشققات؟ ده مفيش شجرة واحدة تعرف تنمو هنا، تبقى دي تربة غير صحية. في اعتقادك ما الذي يجعل التربة غير صحية؟ ايه الحاجات اللي ممكن تخلي التربة دي غير صحية؟ نفس الحاجات اللي احنا لسه قايلينها: الجفاف، قلة سقوط الامطار، الرعي الجائر. كل الحاجات دي بتخلي التربة بتاعتي مش صحية. والتلوث كمان. يعني انا حتى لو كان عندي تربة وانا بحط لها مبيدات حشرية او انا مش مهتمية بنظافتها دايما، فممكن تتعفن. يبقى الجفاف
ممكن كمان التلوث، قلة سقوط الأمطار، الرعي الجائر. طيب مراحل تكوين التربة. التربة بتتكون على 3 مراحل، تعالوا نراجعهم سوا. أول مرحلة اللي هي التجوية، تاني واحدة التعرية، التالتة الترسيب. تعالوا نفتكر مع بعض ايه هما. بصوا أنا عايزة أقول لكم احنا ليه بنحل كتاب التقييمات ده؟ مش علشان نعرف الإجابات ونروح ننقشها وخلصنا. احنا كتاب التقييمات ده يعني أسئلة بنتدرب بيها على الامتحان. كمان هي بتكون أسئلة حلوة جدا، خصوصا اللي هو لسه هيجي بتاع الأداء المنزلي الواجب والتقييمات. دي بتبقى اسئله حلوه قوي، ممكن تبقى موضع امتحان، ممكن تجيلنا في الامتحان. فاحنا بنتدرب، ومنها واحنا بنتدرب احنا بنفتكر الدرس، بنرجع على الحته دي فبتثبت في دماغنا اكتر. لو في حته مش فاهمينها بنفهمها، لو في حاجه حفظ بنحفظها. فانا مش طالعه احله معاك، انا ممكن في دقيقتين اكتب الاجابات وننقشها وخلصنا. طب بالذمه استفدنا ايه؟ ما استفدناش حاجه. لكن احنا بقى بنقعد نشرح حته حته عشان نراجع على الدرس اللي احنا مذاكرينه. طيب مراحل تكون التربة كانت بتتكون على 3 حاجات ببساطة كده. التجوية إن أنا بيبقى عندي صخر كبير بيتكسر إلى قطع أصغر. التعرية تاني حاجة، بتقوم نقلة الصخر ده من حتة لحتة تانية. وكمان علموها بحاجة، التعرية فاكرين في الشتاء بنعري البطانية. طب لما بنعريها ايه اللي بيحصل؟ بننقلها من مكان لمكان تاني. فطالما انا قلت كلمة نقل يبقى انا بتكلم عن التعرية، قلت تكسير وتفتيت يبقى انا بتكلم عن التجوية. سهلة ان شاء الله. تالت حاجة الترسيب، بعد ما الصخور الصغيرة دي اتنقلت من مكان لمكان تاني بتروح تترسب بقى، تترسب 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 لحد بقى سنة على سنة على وقت على شهر على شهر تقوم عاملة لي تربة كاملة. يبقى 3 مراحل وفهمنا ايه هما وعرفناهم. التجوية، تاني حاجة التعرية، التالتة الترسيب. لاحظ الصورة ثم أجب. الصورة دي المكونات الحيوية في التربة مثل الحشرات والديدان. حيوية يعني كائن حي، يعني حاجة بتاكل وتشرب وتتنفس وتعمل تكاثر. مش الحشرات والديدان دي كائنات حية؟ يبقى صح. ب. مكونات التربة حبيبات من ايه وايه وايه. التربة بتتكون من حبيبات من الحصى والطين والرمل. منظفات بيئية تعمل على تحلل الكائنات الميتة. انتوا اخدتوا الترم الاول لما فاكرين السلسلة بتاعت الكائنات المنتجة والمستهلكة ومستهلك اول ومستهلك تاني؟ يا رب تبقوا فاكرينها. طيب كان عندي في اخرها حاجه اسمها الكائنات المحلله. الكائنات المحلله دي بتعمل ايه؟ ببساطه احنا من غيرها بامانه كوكب الارض ده هيبقى ملوث جدا، هيبقى مليان جثث، سواء جثث، هيبقى مليان جثث حيوانات وجثث حشرات، هيبقى وحش جدا. وطبعا الذباب هينتشر والديدان هتنتشر وكل الكلام ده. ما عمركم شفتوا مثلا قطه او حاجه ماتت تمام بعد اسبوع، لا مش اسبوع، اكتر شويه، اسبوعين 3 كده شهر هتلاقوها اختفت؟ يعني مش هتلاقوها موجوده. طب ايه اللي حصل؟ خصوصا لو محطوطه في تربه، ايه اللي هيحصل؟ انا عندي كائنات محلله دي بتحلل جثث الكائنات الميته وتاخد العناصر الغذائيه اللي فيها ترجعها للتربه تاني. طب هل دي مفيده؟ هل هي مهمه؟ هي مسمارينا ولا ربنا خلقها ليه؟ ربنا ما خلقش اي حاجه مش مفيده. كل واي حاجه ربنا خلقها تبقى مفيده ومهمه وليها دور، ومن غيرها يحصل خلل في التوازن البيئي. الكائنات المحلله دي بتاخد بتمسك الجثث الميته يعني، تحللها وترجع العناصر الغذائيه زي البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم دي والحاجات دي، ترجعها التربه مره تاني. فالنبات بقى ايه؟ انا خدت عناصر غذائيه ينمو ويترعرع ويبقى زي الفل. يعني لو بتبقى مثلا لو حشره ماتت او فار او الحاجات دي ماتت، انا مش قصدي على جثة كائن حي، انا قصدي انه الحشرات والحيوانات. تمام؟ تسمى المحللات. تعمل المحللات على خلق محيط حيوي لحياة جديدة. وضح بالعبارة. هنقول لأن الكائنات المحللة تعيد العناصر الغذائية للتربة مرة أخرى بعد تحلل جثث الكائنات الميتة.
اللي بعده اكمل مكونات التربة. بتتكون من 4 حاجات، تعالوا نحفظهم سوا. مية وهواء، يلا تاني، مية وهواء، صخور ومعادن، كائنات عضوية أو مواد عضوية. مية وهواء، صخور ومعادن، مواد عضوية. يبقى بتتكون من ايه التربة؟ مية وهواء، صخور ومعادن، مواد. هو كاتب لي الهواء، نمسح الهواء ونكتب مكانها المواد العضوية. المواد العضوية. وخليكم عارفين ان المعادن هي وحدة بناء الصخور، يبقى الصخور دي اصغر حاجة فيها اللي هي المعادن. المعادن وحدة بناء الصخور. طيب اكمل المخطط التالي. التربة جايب لي عضوية زي ايه وغير عضوية. ان التربة بتبقى شاملة الحاجتين، كائنات عضوية ومواد عضوية ومواد غير عضوية. العضوية زي ايه؟ زي البكتيريا والفطريات والديدان. البكتيريا والفطريات دي كائنات محللة، يبقى هي كائنات حية عضوية. والديدان. طيب الغير عضوية زي ايه؟ زي الماء والهواء والصخور. قولي تعريف التربة. التربة كانت طبقة سطحية على سطح الأرض، رقيقة ومفككة. طبقة سطحية رقيقة ومفككة. الدبال. الدبال ده سماد عضوي. ايه تعريفه؟ مكونات عضوية غنية بالمغذيات. الدبال ده حاجة عاملة هو سماد كده بيتحط في التربة، بيزود لي من خصوبة التربة. وهقول لكم لو عندكم نبات في البيت او قصرية زرع ازاي تعملوا دبال ببلاش دلوقتي. مكونات عضوية غنية بالمغذيات تساعد النبات على النمو. طيب اكمل من مكونات التربة اللا حيوية. اللا حيوية ماء وهواء، لسه حللينها، وصخور. طيب حبيبات التربة الطينية نقط الحجم. الطينية كانت شكلها عاملة كده، كانت صغيرة صغيرة كده وما فيش ما بينها مسام، المسام بتاعتها صغيرة قوي، كانت عاملة كده، يبقى ايه؟ صغيرة الحجم. طب لو قال لي الرملية دي كبيرة كبيرة قد كده. 3. تعرف عملية انتقال. بصوا قلت لكم نقل يبقى هفتكرها بايه؟ تعرية، من هنا لهنا، من مكان لآخر باسم التعرية. العمليتين الأساسيتين في تكوين التربة ايه هما؟ التجوية والتعرية. اقرأ العبارات الآتية ثم صوب العبارات غير الصحيحة. أول سؤال، الدبال يزيد من خصوبة التربة. صح، عشان هو سماد عضوي. تاني حاجة، الماء هو أحد مكونات التربة الأساسية. طبعا صح، التربة من غير مية تموت والنبات يموت. تتكون التربة من خليط من المواد العضوية فقط؟ لا، المواد العضوية والغير العضوية. الغير العضوية زي اللي احنا لسه قايلينها، المية والهواء والصخور. والغير عضوية. 4. الحبيبات الكبيرة في التربة تجعلها أكثر احتفاظا بالماء. يعني لما تبقى الحبيبات عندي كده، هل التربة هتعرف تحتفظ بالمية؟ ولا المية أصلا مجرد ما أزقيها كده المية تتسرب تتسرب تتسرب، هتحتفظ ايه بس؟ دي منفسة. يبقى غلط. كنا أقول الحبيبات الصغيرة. 5. من خصائص التربة الرملية كبر حجم حبيباتها وقلة احتفاظها بالماء. صح. تعمل الكائنات المحللة على حفظ توازن النظام البيئي. وضح ذلك. هنقول عشان هي بترجع العناصر الغذائية للتربة مرة أخرى، لأنها تعيد العناصر الغذائية للتربة مرة أخرى. يلا على التقييم. اكمل ما يأتي. حجم حبيبات التربة الصفراء قد ايه؟ الصفراء متوسطة الحجم. بصوا أنا عندي 3. الرملية كبيرة، الصفراء متوسطة، الطينية صغيرة بقى جدا كده اهو.
طيب الرملية بيبقى لونها أصفر، والصفراء مع إن اسمها الصفراء بس هي لونها غامق شوية، يعني انتوا لو شفتوا صورتها هتلاقوا الرملية شبه الصفرة بس الصفرة أغمق شوية لونها رمادي. طيب الطينية لونها أسود أو بني. حلو حلو. اكتب ما تدل عليه العبارة. الطبقة السطحية المفككة من الأرض لسه حلينها، إيه هي؟ التربة. علل. يختلف نوع التربة من بيئة لأخرى. ليه التربة بتختلف من بيئة لأخرى؟ ببساطة بسبب اختلاف عوامل الطقس والنباتات اللي بتنمو فيها. يعني أنا عندي في الصحراء الجو حر جدا، التربة رملية، عندي نباتات بتنمو فيها زي نبات الصبار زي النخيل، على عكس التربة الطينية اللي هنا اللي بتبقى موجودة في الصعيد والحتت دي. يبقى هنقول بسبب اختلاف عوامل الطقس والنباتات التي تنمو بها. ماذا يحدث إذا كان حجم حبيبات التربة كبيرة الحجم؟ لو هي كبيرة كده إيه اللي هيحصل؟ مش هتعرف تحتفظ بالمية، لن تحتفظ بالماء. تحتفظ بالماء عشان هتبقى المسام بتاعتها واسعة. حدد أهمية التربة بالنسبة للنباتات. قلنا ايه اللي هيحصل لو النبات مفيش تربة أصلا، النبات مش هينمو عشان بياخد منها المية والعناصر الغذائية. تمد النبات بالماء والعناصر الغذائية. الاختبار التاني. من العمليات الأساسية في تكوين التربة 2 قلناهم ايه هما؟ التجوية والتعرية. اكتب المصطلح العلمي. فراغات بين جزيئات التربة. طالما قال فراغات يبقى أنا بتكلم عن المسام. تمتلئ بالماء أو الهواء اسمها مسام التربة. علل. تقوم الكائنات المحللة بدور مهم في توازن النظام البيئي. خدوا بالكم عمال يتكرر ليه؟ عشان هي بترجع العناصر الغذائية للتربة مرة أخرى. ماذا يحدث عند إضافة روث الحيوانات إلى التربة؟ روث الحيوانات ده اللي هو فضلات الحيوانات، هي برضو سماد عضوي وبتزود خصوبة التربة. يبقى هنقول تزداد خصوبة التربة. حدد أهمية التربة بالنسبة للكائنات الأخرى اللي هو الحشرات والديدان وكده. هنقول تعد موطن للعديد من الكائنات الحية مثل ايه؟ مثل النمل والديدان والبكتيريا والفطريات. الاختبار الثالث. اكمل نقط هي بقايا الكائنات التي ماتت وتحللت. الدبال. عايزه اقول لكم صح هو بيتعمل ازاي. بصوا، الدبال ده سماد عضوي بينتج من كائنات حيه ماتت. زي ايه مثلا؟ زي الخيار. مش الخيار ده نبات او جزر او اي حاجه. انا لو جبت خياره وقطعتها تمام، او جبت بطاطسايه وقطعتها، خلينا في الخيار، وحطيته انا عندي شويه تربه تمام، عندي قصريه زرع، خدت منها شويه طينه بالبلدي وحطيتها على الخيار ده بس تبقى مغطياه، وسبتها فتره. بس هو الدبال ده عشان يتعمل لازم يتساب من 3 ل 4 شهور. اسيبها في مكان فيه تهويه، واسقيها كل 4 أو 5 ايام، وافضل اقلبها كل 4 أو 5 ايام. ايه اللي هيحصل؟ بعد شويه انا هلاقي الخيار ده اتحلل مش موجود، او الجزر او النبات اللي انا حطيته ده اتحلل ما بقاش موجود. وايه اللي حصل؟ اندمج مع التربه فبقى عندي حاجه اسمها دبال. الدبال ده سماد عضوي خطير وحلو جدا جدا جدا، بيزود خصوبه التربه. فاخد بقى شويه الطينه اللي هو التربه دول واحطهم مثلا على النبات اللي عندي، احطهم على قصريه الزرع اللي عندي، بيخلي النبات يعني ينمو بشكل احسن وبيديه عناصر غذائيه حلوه قوي ليه علشان ينمو بشكل احسن. طيب اكتب ما تدل عليه العباره. نوع من التربه تتميز بكبر حجم حبيباتها. كبر حجم حبيباتها يبقى انا بتكلم عن التربه الرمليه، وقله احتفاظها بالماء يبقى التربه الرمليه. علل. تعتبر الكائنات المحللة منظفات للبيئة. هنقول لأنها تحلل جثث الكائنات الميتة وتعيد العناصر الغذائية للتربة مرة أخرى.
ماذا يحدث عند ارتفاع درجة حرارة الأرض بالنسبة للتربة؟ إن الشمس تبقى عالية قوي بالنسبة للتربة، إيه اللي هيحصل؟ صعوبة نفاذ المية خلال الطين، وأكيد هيحصل جفاف وحدوث جفاف، فده طبعا هيأثر سلبا على التربة وإن جذور النباتات مش هتنمو. حدد أهمية التربة بالنسبة للإنسان والحيوان. بالنسبة للإنسان مهمة في الزراعة، وبالنسبة للحيوان موطن للعديد من الكائنات الحية، وقلنا زي ايه؟ قلنا زي النمل والديدان والبكتيريا والحشرات. احنا خلصنا، وبكده نبقى خلصنا مع بعض حل تدريبات الاسبوع ال11. لو في اي حاجة مش فاهمينها او عندكم اي سؤال اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. باي باي.